كل سنة وانتوا طيبين. كلتوا كحك؟ طب ما تيجي نحكي حكاية الكحك. أصل الكحك بيرجع لقدماء المصريين. هنلاقي صور عمايل الكحك وتشكيله على هيئة قرص الشمس موجودة في المقابر الفرعونية. ارتبط الكحك بالعيد بشكله الحالي على يد الوزير أبو بكر المرديني في الدولة الإخشيدية. كان بيتم وضع فيه عملات ذهبية، ويتم كمان نقش عليه كلمة أفطن إيديه، يعني انتبه للمفاجأة. ويقال إن الإمام الليث بن سعد كان بيبعت للإمام مالك مخصوص الكعك المحشو بالعملات الذهبية ده. وفي عصر الدولة الفاطمية تم إنشاء دار الفطرة لصناعة كل أنواع الكعك، كانت بتبدأ شغل من نص رجب. وبعد صلاة العيد كان الخليفة الفاطمي بيسمح لعامة الشعب بالدخول لقصره عشان ياخدوا كحك ليهم ولأسرهم. موائد القصر كانت بتبقى مليانة بكل أنواع الكحك اللي اتعمل في دار الفطرة لمدة شهرين. ومن ساعتها ارتبط العيد في مصر بالكحك، سواء كان بيتي أو في المحلات. وانتوا بقى السنة دي اشتريتوه ولا عملتوه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات.